ازيكم يا جماعة؟ طمنوني، عاملين ايه؟ معاكم الحكواكي الرغاي اللي مش بيبطل لا سرد ولا كلام، يوسف شريف. النهاردة حلقتنا هتبقى عن الصح والغلط ومعاييرهم ومقاييس متنوعة ومواقف حصلت في الجامعة وشوية وجهة نظر وحاجات تانية كتير. فيلا بينا شد كرسيك أو اظبط عجلتك على الكنبة أو ريح على البين باك بتاعك كإنتربرنور يا بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو السحلب الجافي أو حتى مج الكاكاو. ويلا بينا يا بشوات ويا هوانم في حلقة جديدة، عدوا معايا: 1 2 3 والحكاية والرواية. أنا صح، جملة بقولها دايما لما بقول حاجة وبتطلع صح. بس هو ليه احنا بنحس بالسعادة الطاغية دي لما بنبقى صح؟ يعني عارف، بتحس ان انت معاك الدنيا وما فيها بقى، واللي هو مفيش احسن منك في الدنيا خلاص. وليه اصلا بنبقى عايزين ان احنا نبقى صح طول الوقت؟ وايه مفهومنا عن الصح والغلط من اصله بقى؟ تعالوا نشوف. تعالوا ارمي ليكوا المفاهيم بتاعت الصح والغلط من شيخ نجول. الصح على حسب المعجم هو ما كان سليما خاليا من المرض أو العيب أو الشك، من الآخر اللي مفهوش غلطة. طيب إيه الغلط؟ ما كان به عيب أو يحرف حقيقة ما. معنى إن إحنا لو هنطبق الصح والغلط على معلومة. أوكي، فالشمس بتشرق من الشرق، دي صح. المية بتغلي عند حرارة 80، دي معلومة غلط، بتعرف حقيقة إن المية بتغلي عند حرارة 100. حلو أوي، يلا نكمل. طيب كويس الكلام ده. بعيدا عن جوجل، ليه بنبقى عايزين نبقى صح طول الوقت؟ يعني ليه في ناس بتعاند وتكابر وتحصل خناقات وعنج بقى من هنا لبكرة؟ هل لا أنا اللي صح، لا أنت غلط، أنت متفهمش، أنت مع كده؟ ليه بيحصل كل ده؟ ايه الإجابة بكل بساطة عشان لما انت بتطلع صح ده بيديك نوع من التأكد من قيمتنا نفسنا أو السيلف وورث. وكمان عشان جوه كل حاجة فينا كده في خوف من الفشل، عشان لو اللي بفكر فيه مش صح ممكن المشروع كله يفشل. مثلا أنا جواكي بعمل طبخة، في أمان الله مكتوب في الطبخة إن هو حط معلقة واحدة ملح، أنا قريت هحط 4 معالق، حطيت 4 معالق ملح، الطبخة باظت فأنا فشلت. فأكون إن أنا أكون غلط جا تسبب في إن الطبخة تفشل. أوكي، مما يعني أو مما يوصل إن هو لو أنا غلط فاللي أنا بحاول أعمله ده هيفشل، فأنا ما ينفعش أكون غلط لأن مفيش حد بيحب إن هو يفشل. برضو في خوف من التخلي أو إن حد يتخلى عننا، عشان أكيد مش كل الناس مستعدة تعيش تجربة إن أنت تكون غلط وتخسر بقى، أو تبقى عايش بلايف ستايل معين وهو غلط وأنت شايف العكس. مثلا في ناس مش مستعدة إن هي تقضي حياتها مع شخص مدمن obviously يعني. وفي ناس بتبقى شايفة إن هو لأ، أنا مش مستعد إن أنا أركب في مركب هو غرقان من الأول. وبيني وبينكم ما هو معاهم حق. يعني أوكي أنا فاهم إن الحب يصنع المعجزات وكل السلوجن بتاعت الإعلانات دي، بس مين هيجي هيخاطر بنفسه؟ اوكي، عشان فرصة غير مؤكدة. معنى ان مش كل حاجة زي الافلام والمسلسلات حيث البطل هتفضل جنب البطل لحد ما يبطل ادمان مش عارفة ايه، وهيعيشوا كباك ونباك ويخلفوا صبيان وبنات. ممكن هي بعد ما تسرفايف مع كل هذه الرحلة يقرر ان هو بقى كويس فان هو بقى احسن منها فيسيبها عادي. كده ويصبح such a jerk يعني عادي. totally normal. فالناس مش بيبقوا مستعدين ان حد يتخلى عنهم من مجرد ان هم غلطوا، والغلط ده بيكون من اقل حاجة لاكبر حاجة. اقل حاجة ان انا مثلا احسب حسبة غلط. في ناس
لو انت بتغلط لغويا في حاجة تكتبها بيهزقك ويمسح رمقك الأرض ويفضل يعرج بيها من النهاردة لبكرة، من النهاردة لحد ما تموت والله. يعني هيجي على بعد تموت كده بيخرج عليك الله يرحمه كان بيغلط مش بيعرف يكتب مراية كده يعني. حاجة من هذا القبيل يعني. غير ان احيانا بيبقى برضه في نسميها ازاي، هو عدم الرغبة في الشعور بخيبة الامل. تعالوا نعتبر ان انا كيوسف انا بخطط ان انا عايز اجيب GPA معين او اجيب تراكمي معين في الجامعة الترم ده، فانا قايل تمام انا هذاكر كذا وكذا وكذا بالطريقة الفلانية وهخطط وهركب وهسكف، والامتحانات هتيجي هروح امتحن هطلع حل على الاقل 16 من 20 سؤال صح والدنيا تمشي. دخلت الامتحان او معكش اذاكر صح او ايا كان فواحدة من الخطوات وقعت او طلعت غلط، فممكن كل النتيجة تصبح غلط بسبب ان عارفين طبعا ان هو هي دومينو. لو واحد جاية بس يعني وقعت بطريقة ما لمستش اللي وراها كله باظ خلاص، بكده مش هيكمل وكده مش هتكمل. كده ده برضه يجي على حتة من تأثير الفراشة بقى ومش عارف ايه، ان انت اي حاجة اي تغيير طفيف في اي حاجة بيسبب تغيير كبير في المدى البعيد يعني وكده. بس ده واحد برضه من الاسباب اللي بيخلينا ان احنا مش عايزين نكون غلط. خلونا نكون واضحين، حتى الان دي كلها جسر كده. يعني السبب الوحيد اللي يخليك عايز تكون صح ان انت ان انت قيمتك في عين نفسك بتعلك يعني وفي عين الناس طبعا. بس حتى الان إن كل ده انت ليه مش عايز تبقى غلط؟ والأسوأ بقى أحيانا بيكون في نوع من العار بقى، اللي هو لو فاكرين أيام المدرسة لو غلطت كتير ورا بعض بتبقى في عين الناس طالب فاشل، وده اللقب بيفضل شوية معاك. أو حتى لو مش فاشل يعني بمعايير التربية الإيجابية بيبقى اللي هو يوسف عامل ايه في الدراسة والله على قده، كده بيمشي، بينجح وخلاص يعني مش بيجيب تقدير ولا بيزهق بينجح على الحروف كل مرة يعني مش عارف ايه. بس احنا مربوطين منذ بدء الزمن ان انت تغلط دي مصيبة. رغم ان عادي يا جماعة الانسان خطاء. احنا لو كنا اتولدنا مش بنغلط كناش هنكون بشر obviously، كنا هنكون ايه آلهة واستغفر الله طبعا يعني. بس هو هي دي بوينت، ما ينفعش ان انت تكون ما تغلطش. انا بسمع عن حاجات صعبة جدا سواء من اهالي او ناس عادي في حياتهم، في ناس لا تكتفي الخطأ. ليه لا تكتفي الخطأ يا صاحبي؟ ليه؟ لا بجد تعالوا نتكلم بجد. مهما كان الحاجة مش بتكلم على نوع الخطأ، بس بتكلم على فكرة الخطأ عامة ان كلنا بنخطئ. ليك الحق ان انت تقول لا انا مش هدي هذا الشخص فرصة تانية او انا هديه فرصة تانية، مفيش اي مشكلة. لكن ما تتعاملش على اساس ان انت شخص مثالي اوكي عندك ألوهية كده مش بتغلط. لا احنا كلنا بنغلط، ومن ابسط الحاجات لاكبر حاجات، من اول انها بنغلط مثلا في حساب الباقي، انت رايح جايب كيس مش عارفه ايه وكيكه وجايب ماسكيكه فانت مديله 40 وهيديله 2 جنيه عشان يجيك 17 فتديله 3 فيقولك طب هاك ال7 وخد 10 ومش عارف ايه كلها. من اول حسابات الكشك المعقدة اللي ما يحلهاش اينشتاين اوكي لحد الغلطات الكبيرة اللي بتكون فعلا حاجات لا تغفر يعني، او مش نقطة لا تغفر بس الطرف التاني ليه الحق ان هو ما يسامحكش عليها زي الخيانة مثلا وما الى ذلك. فخلونا نثبت نقطة كده اوكي، ان الانسان خطاء وان الغلط عادي. مبدأ التعلم اوكي اسمه مبدأ الخطأ والصواب، ان انت بتحاول في حاجة تخطئ، تحاول تاني تخطئ، تحاول تالت تخطئ لحد وكل مرة بتتعلم حاجة لحد ما توصل للصواب. لو انت كله صواب 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 هنوصل لايه؟ عمرك ما هتخطئ. ليه؟ ان شاء الله مش هتكتب رقم غلط في المعادلة. تعالوا نفتكر انت عمرك ما اخطأت في حياتك، في حاجات معينة انت مش هينفع تتعلمها الا بالخطأ.
يعني عمرك ما حكيك اتعلم ان انت لو حكيت ايدك على النار هتتحرق الا لو حكيت ايدك على النار واتحرقت كده، او اهلك بقى جملة سمعوها لك او عملوا اي واحد من التكنيكس الغريبة. اوكي، اللي هو مثلا يجي يفتح العين كده اللي هي كلها وياخد ايدك يحكوا اللي هو على اساس ان هي كلها شع وتصور كده كلها رجع. سمع علينا يعني، ارجو انكم تكونوا فهمتوا الفكرة. لحد ما ادخل الفقرة الجاية ركزوا معايا. الانسان خطاء وده هيجي. طب ثانية، هو الصواب والخطأ ثوابت؟ ولا الحق يعني في حاجات لا يختلف عليها أحد، زي مثلا الأديان فيها قواعد بتقول ده صح وده غلط، ده حلال وده حرام، ده ينفع وده ما ينفعش، ده هيأذيك وده هيخليك أحسن كده. حتى إن انتوا ممكن تكونوا سمعتوا جملة كده بيستخدموها لما يكون حد مكبك في طريقة شغل معينة مثلا أو سيكونس معين، بيقولوا له يا عم ما تغيره، هو مش قرآن يعني. اللي هو كناية ان هو مش حاجة من الثوابت، مش حاجة ثابتة يعني كده تغير فيه حاجة، مفيش حد هيقولك حاجة يعني. طب بعيد عن الأديان عامة، ايه كمان؟ ممكن برضو العلم شيء متغير كمان. اللي هو فيه صواب وخطأ متغيرين. زي مثلا لما في زمن ما أينشتاين جه، اوكي، بشعر منكوش كده وهو لسه في عز شبابه، جمع 4 ورقات، لا ما كانش بيلعب بوكر، 4 ورقات بحثية. منهم كانت ايه يا ربي، كانت النسبية الخاصة والنسبية العامة. غير بيهم مجرى الفيزياء، عكس صياغة الفيزياء كلها تقريبا لحد كبير. فالعلم بيعتمد في قوانين، ان هو عمر ما في قانون بيكون صح، هو قانون أقرب للصح. ده أقرب تصور عندنا لشكل الثقب الأسود، ده أقرب قانون عندنا بيحسب كذا كذا كذا. في ناس هتطلع تقولي من عباد العلم طبعا يعني، إن هو إزاي تقول كده، العلم ثابت، العلم صح، العلم بلا 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 بلا. أوكي، أنا دلوقتي لو أنا جيت بنيت مجموعة من القواعد، حطيتهم كده، وبدأت أبني لغة على هذه المجموعة من القواعد، وبنيت مجموعة أرقام، وبنيت سيستم كده تعمل فيه تضرب وتطرح وتزود وتنقص من هذه الأرقام، وعملت قوانين وعملت كل حاجة. عملت لك إن 1+1 يساوي 3 ومعادلة صحيحة. هل أنت هتقدر تيجي تحاسبني تقولي لأ ده غلط، 1+1 يساوي 2؟ لأ، إن في النظام بتاعي 1+1 يساوي 3. فالعلم متغير بتغير قوانينه اللي بتتغير مع كل اكتشاف جديد. يا إما لو إحنا وصلنا للبيك بقى، أوكي، ما كنا بطلنا نعمل اكتشافات علمية بقى وركزنا على أي حاجة تانية في الدنيا. طيب، في كمان الآراء والقرارات الذكية بقى، ودي ليها حكاية كمان شوية عشان تفهموا أكتر، بس مؤقتا كده. هشرح لكم حاجة بسيطة. مش بالضرورة مثلا عشان أمي العزيزة شوكت ليها طبعا شايفة إن المذاكرة بالورقة والقلم هي أفضل طريقة تبقى هي صح، ومش لازم عشان أنا شايف إن أنا لو ذاكرت بالقراية يبقى أنا صح. إحنا الاتنين نحتمل الصواب والخطأ في نفس الوقت. في الواقع احنا الاتنين ممكن نكون صح وغلط في نفس الوقت. هتقولوا ازاي؟ هقولكم. امي ذاكرت بالورقة والقلم ودي الطريقة الموست efficient بالنسبة لها. انا ذاكرت قراية ودي كانت الطريقة الاكثر فعالية بالنسبة لي. فجاي يخلينا احنا الاتنين صح في منظورنا. انا شايف ان انا صح وامي شايفة ان هي صح، لكن احنا الاتنين غلط في منظور بعضنا. يعني انا شايف ان لا، الورقة والقلم تضييع جهد على الفاضي، وانا مش بستفيد وبوجع ايدي وبستهلك حواس كتير قوي، وانا الوقت اللي انا هبذله عشان اكتب الدرس ده ممكن احفظه 3 4 مرات قراية. امي شايفة ان هو التعليم التياري ده بيخلي الحاجة فولاتيل كده، اللي هي هوائية كده. عارفين لما جربتوا قبل كده تفتحوا بارفان او بتاع كحول، سيبوها مفتوحة كده، ممكن ترجعوا شوية تلاقوا نصها فرجي او جزء منها فرجي، عشان المادة بتاعت الكحول عامة. اوكي، الكحول المطهر طبعا مش الكحول التاني، وواحد بعض انواع البرفانات يعني. آه المادة اللي جواهم هي مادة هوائية كده، فلو سبتوها هي هتطير هتطلع. هو مش غاز، لكن هو سائل هوائي، هو
بيختفي مع ظروف معينة، سواء الحرارة سواء مش عارفة ايه كده. فأمي شايفة إن القراية، مجرد القراية كده من الكتب مش عارفة ايه، من غير كتابة، من غير حل، من غير أي حاجة، ده بيخلي المعلومات كده كتير. لو مع أول نفخة من أي حاجة كده على مخي، بعد كده المعلومات دي هتطلع ومحدش هيشوفها كأني. بس هل ده يجعلها خطأ أو يجعلني أنا صح أو العكس؟ لأ، إحنا الاتنين صح وإحنا الاتنين خطأ. بس الفكرة إن هو ده بيعتمد على أنهي منظور بقى، والمنظور ده ليه مشاكل كتير. يا ربي، المنظور ده واحد من الحاجات اللي ممكن تكون بتسبب الخلافات في كل حاجة في الدنيا عامة. من أول هي سمبوسك ولا سمبوسة، الاتنين صح. أو لو عايزين الحق، هي سمبوسة، عشان هي جاية من الكلمة الهندية سموسة، اللي هي كانت عبارة عن مثلثات بيحشوها يعني كان اللي بيحشوها بيه كده. لكن هل نطق سمبوسك غلط؟ لأ. لأن احنا كنا بننطقها كده، هي جت مصر اتحرفت كده فبقت صح. بقت صح لأن بقت من عاداتنا وتقاليدنا ومش عارفة ايه، ومحلات بتكتبها كده ومش عارفة ايه. فالاتنين صح والاتنين غلط. هي دي الفكرة، المنظور هو اللي بيجعل كل شيء من أول العلم لحد كل حاجة ليست ثابتة يعني بيخليها متغيرة. إنها ممكن حد يشوف قوانين الماس مثلا أو قوانين الرياضة يفكر فيها بشكل علمي، أنا ممكن أبص على قوانين الرياضة أفكر فيها بشكل فني، إن هو الحكة دي جنب الحكة دي عاملين شكل حلو، أنا لو قدرت أطلع بهذا الشكل بالذات كده وأكمل عليه رسم ممكن أوصل للوحة فنية عظيمة. عشان كده لا يعتمد قوي على الصح والغلط كمقياس. لكن تعالوا نكمل احكي لكم قصة، يلا ستوري تايم ونشوف بعديها. في يوم من الايام كان عندي تسليم مايلستون مهم في مادة ما في الجامعة. رحت انا والتيم الجميل بتاعي، في الاغلب مش هقول لكم اسمائهم. سلمنا المرحلة اللي احنا كنا وصلنا لها وكله تمام، وخد درجاتنا بقى وسألنا كلنا ولازم بنحتفل بقى، قاعدين بنتنطط على السلم وفرحانين بنزقر. رحنا وصلت للسما من الفرحة. آه وكملت اليوم بقى ما بين محاضرات وسكاشن. والمفروض ان هو التسليم كان عبارة عن يومين، يوم الحد اللي انا كنت فيه ويوم الاربعاء. المهم، واحد من شلتي في الجامعة، تعال نقول مثلا اسمه ساندر، كان معايا فوق مع المعيدة ومستني التيم بتاعه. المهم رحت قعدت مع التيم بتاعه بعد ما اتجمعوا يعني، ورغيت معاهم. بعديها جه وقال ايه، ان هو خد الدرجة كلها او 15 درجة يعني، والباقي كان اصفار. طبعا خناقة رب السما. قبل ما تبدأوا تنحازوا الحاج، جيبوا الفشار، جيبوا المشروب الساخن، استعجل عشان القصة طويلة، مش طويلة قوي يعني لكن لا طويلة شوية. وما يعني ما تختارش تيم دلوقتي، اصبر لآخر الحكاية عشان تشوف، ممكن يطلع اللي في دماغك ده غلط. خليني احكي لكم رواية الطرفين، بعديها هنعقد المحكمة من وجهة نظرهم أو وجهة نظر التيم يعني. كل واحد فيهم كان يا في محاضرة يا في سيكشن، والتسليم كان يقدر يستنى عشان كان قدامهم لحد الساعة 1 وهم كان لسه الساعة 10، وإن هما مخلصوش كل حاجة في البروجكت. فبالتبعية ساندر ما كانش له الحق إن هو يطلع ويناقش مع المعيدة من الأول، عشان كان لازم يطلعوا كلهم سوا. فهو كده غدر بيهم ونجا بنفسه. أصل إيه التفسير التاني اللي ممكن؟ أصل أنا جواكي لو إحنا تيم وأنا طلعت خدت الدرجات وأنتوا كرزعتوا صفار، أنا كده عملت إيه؟ إحنا كان ممكن نطلع مع بعض بس أنا مش ضامنكم، فأنا هطلع أنا آخد الدرجات. ده من وجهة نظرهم. طب من وجهة نظر ساندر، هو كان في السكشن لوحده وهم كل واحد فيهم بيعمل حاجة، ودور التيم بتاعهم جه. ولما حد استأذن من المعيدة إن هو يأجل الأربع إكنا فيزيك عشان كله قاعد بيقول كده عشان يأجل ومش عارف ايه، وقالك إن هي مش هتخلي حد تاني يأجل من الأربع. هو راح ومعاه سكرينات لشغلهم، كان معاه كان على الواتساب ومشروح له ايه اللي هم عملوه يعني من شغل. شرح لها قد ما هو فاهم
وقال لها ان هي ما تجيهمش اصفار لان هما شبه عاملين كل الشغل زي لم يكونوا عاملينه كله يعني. فعشان المعالجة طيبة طبعا يعني، شافك ان هو كان لازم يلتزموا بالحضور في ميعادهم، اديتهم ماينس 1 واديته الدرجة كاملة ان هو حضر وراها الشغل. عشان اي حد تاني اوكي، يعني اي حد في الكيمات اللي قبل كده اللي هيجي يفكر اللي هو يعني دول مش دول مش خدوا صفار، دول خدوا ماينس 1 اللي هو أسوأ حكم من الصفر. أي حد جه الكيم بتاعه ما كانش بيبقى موجود، باقي الكيم كان بياخد صفار. أصفار غير قابلة للتعديل. الماينس 1 دي قابلة، معنى إيه؟ معنى إن هما ممكن يجوا يقدموا بروجكت ويشرحوا مش عارف إيه، لو اديت لهم 15 درجة هياخدوا 14 بس عشان ماينس 1. لكن سكيل يقدروا ياخدوا درجة، على عكس بتوع الصفر هي هتفضل متصفرة بيك حاجة. جول وجهتين النظر. ساندر من ناحية عمل اللي شافه صح في لحظة أمر واقع، ومن منظوره ده كان أحسن قرار، والتيم كان لهم رأي تاني من منظورهم. مين فيهم غلط؟ مين فيهم صح؟ مين اللي على حق؟ مين اللي على باطل؟ أحب أقول لكم على كفة الميزان الاتنين عايزين ضرب الجزم. ليه بقى؟ عشان ما فيش بربع جنيه كوميونيكيشن سكيلز. جا أنا عملت حلقة كاملة عن ليه برج بابل مكملش بسبب نقص مهارات التواصل، ويجي هما مش بيفهموا برضه. هما الاتنين صح وغلط. هو كثاندر كان صح في ان هو يخاف ان الكيم يخرج اصفار، بس كان غلط في عدم استشارتهم في هل يطلع في الاول. بس كان على حق في ان هو التزم بالميعاد الصح، بس كان على باطل في ان هو ما طلبش ان هما يعرضوا في اخر يوم على الاقل عشان يكون في فرصة للمناقشة مع الكيم. هما بقى كانوا صح في ان هما يتحموا على جرار شغلهم اللي افتكروها ضاعت. يعني لو جه حد قال لي ان انا خدت صفر وانا عك شغال فترة طويلة، ما انا همسكه وهسفلك وشه في الرصيف. منطق. بس كانوا غلط ان هما محددوش من بدري هيتجمعوا امتى عشان يطلعوا. بس كانوا على حق لما شافوا ان هو كان لازم يطلعوا كلهم سوا، عشان ده تيم بروجكت. تيم بروجكت يعني مشروع لمجموعة، لازم يكون في مجموعة، ما ينفعش واحد. بس كانوا على باطل لما ما كانوش جاهزين وكانوا بيتمرقعوا في الشغل، ان مستحيل انا الكيم بتاعي يقدر يقدم مثلا وهم لا، الكيم بتاع فلان يقدر يقدم والكيم بتاع فلان يقدر يقدم وهم لا. وحتى لو مش قادرين اوكي، فليه ما عادوش ينجزوا؟ ليه مش عارفه ايه؟ فمن الاخر الاتنين غلطانين والاتنين على صواب. فهمت قصدي؟ مفيش طريقه تبقى دايما صح ولا دايما غلط. واصلا زي ما قلت الصح والغلط مش مقياس. الصح والغلط اصلا حاجات نسبية تماما، صعب جدا ان انت تحجج بيها اي حاجة في الدنيا. اقول لكم على حاجة بسيطة اوي، مفيش بني ادم بيغلط بس، ومفيش بني ادم بيتعامل صح بس. في ده هيغلط شوية وده هيعمل حاجات صح شوية، ده هيغلط شوية ده هيعمل حاجات صح شوية. ليه؟ لان احنا بني ادمين، احنا لينا قدرات محجوجة في بعض الاوقات. يعني أنا مثلا دلوقتي انا مطبق بقالي فترة طويلة اوي، فترة طويلة يعني داخل في 24 ساعة، قدامي 3 ساعات، بقالي 21 ساعة صح بسجل هذه الحلقة. ممكن فجأة عيني تقفل وانام مثلا، ساعتها ده هيكون خطأ ان انا ما نمتش، وخصوصا ان انا عندي جامعة بكرة وهشتغل وحوارات. بس انا حاطط برايورتي لشوية حاجات، فانا بالنسبة لي اخلص تسجيل حلقة وانام عادي. بس لو نمت من غير ما اسجلها انا كده هكون غلطان، رغم ان العقل بيقول المنطق صحتي اهم، لكن لا، انا شايف ان لا، يعني تسجيل الحلقة ده الصح. فهمتوا الفكرة؟ هو دي مشكلة الصح والغلط. دي مفاهيم اتفرجت على الناس عشان كده تحقق اشياء معينة. مش بقول ان احنا نلغي الصح والغلط، وبدل ما يكون يجيلك في الامتحان صح وغلط يجيلك مربع واحد اللي هو نه ولا حاجة. يلا بقى بالمرة، ما هو كله يكون كده. لا، لكن احنا ما ينفعش ناخدهم على اساس ان هما حاجة زي قياس اساسية، زي مثلا الكيلوجرام مثلا. ما ينفعش ان انت تقول ان هو لو هو ايكوال كذا، لو هو يساوي كذا كيلو فده صح، اقل من كذا كيلو فده غلط. لا نهائي، ما ينفعش كده. إجابة كان بقى على السؤال بتاع هل الصح والغلط ينفعوا كمقياس. تعالوا نشوف أصلا إيه معايير المقياس.
أولا المقياس ذات نفسه له 4 أنواع. نوع اسمه مقياس الأسمى، ده بيكون مقياس عادي كل حاجة في التصنيف والحصر، يعني زي أي سكرين بيبعتلك على النت بيسأل بتحب ايه أكتر، الصوبيا ولا الكركديه، ايه نوع، ذكر ولا أنثى. بيكون غالبا مجموعة اختيارات تختار منها، وعلى حسب النسبة الأكبر أو النسب المختلفة بيبقى فيه بيانات بيتم استخدامها. في نوع تاني وهو المقياس التركيبي، ده بيكون مقياس كده زي ما تقولوا مش بيقيس شيوعية المتغيرات، بس بيقيس التنوع ما بينها، زي اسكابيانات خدمة العملاء كده من 1 ل5، حيث أنك لو راضي اجرك على 5، ولو مش راضي اجرك على 1. بيبقى وهمي سيكا، اللي هو مفيش نتيجة محججة، يعني ولا الصفر صفر، يعني ولا الواحد دي معناها ان انت كارههم 100%، لا، واحد دي ان انت مش راضي بس ان انت مش مقفول كده، ولا 5 دي ان انت تمام مشكلتك اتحلت، انت ممكن تكون راضي عن بتاع خدمة العملاء بس هو محلش المشكلة. فهي حاجات بتكون شبه وهمية كده. النوع التالت هو مقياس الفصل الزمني. هو مقياس رقمي بيقيس المسافة ما بين كيانين زي درجتين حرارة، مثلا 80 و50. اوكي، الفرق ما بينهم هو نفسه ما بين 70 و40. بما ان هو حاجة رقمية فهو حاجة ثابتة. 80 - 50 ب30، 70 - 40 ب30. دول قد بعض عادي لو حد محتاج نشرح الأم يعني. أو ارتفاع مثلا لجبل والتاني البرج، ايه الفرق ما بينهم بالكيلوهات. بيكون عشان تحسب قيم معينة لمتغيرات معينة أوي، زي متوسط دخل الفرد في منطقة معينة مثلا، أو نسبة مرض مجموعة، آه، بناء على حسب الأدوية اللي بيتعاطوها. مثلا لو بتاخد 3 أدوية فأنت تعبان أوي، لو بتاخد دواء واحد فأنت نوعا ما سليم، لو بتاخد ولا دواء يبقى أنت صحي، مش عارف ايه الكلام ده كله. النوع الرابع والأخير بقى وهو مقياس النسبة، ده بيكون محجج أكتر. يعني مثلا هل طولك يتراوح ما بين ميكرو 8 لميكرو 5، ولا ميكرو 4 لميكرو 2، ولا 1.1 لأقل من نص. ده المقياس الوحيد اللي بيحجج عليه قيمة الصفر المطلق، اللي هو هنا انت هتلاقي زيرو. لما يقولك صفر يبقى هو قصده صفر، مش قصده حاجة قريبة منه، لأ، مظبوط. طيب، معلومات لطيفة خدنا فيها 2 دقيقتين ونص مثلا هل الصح والغلط يعجبوا مقياس بعد كل ده يا ابن الناس؟ الإجابة إنهم ينفعوا بس مش دقيقين. يعني زي ما قلنا الصح والغلط نسبيين باختلاف المنظور. يعني زي مقياس الأسمى كده، أنا وفلان وعلان شايفين إن ده صح، وغلام ومولان وكرفان شايفين إن ده غلط. فيما عدا الثوابت فده بيكون حل على طول في 3/4 الحاجات. مينفعش ناخد الصح والغلط إن هما مقياس. لو ما ينفعش جوسم حد إن هو غبي لمجرد إن هو غلط في إجابة، ولا تنصب حد في السماوي عشان قال كلام صح من اللي على هواك. وخلي بالكوا إن إحنا انحيازيين جدا في النقطة دي، يعني إن صحك غلط طالما مش صحي وإن غلطي صح طالما هو غلطي. مفيش مفيش مشكلة تعاند شوية أو تعمل مش مقتنع قدام الناس، بس ورا كده تبقى تفكر اللي هو طب والله ممكن هبقى أدور عليها. بس ما ينفعش إنك تكابر وتعتبر إن أنت عملت كاب سماوي كل ما فيه صحيح يعني، ولا تتجاهل الرأي الآخر حتى لو مش عاجبك، عشان لولا اختلاف العقول لورت السلع. ولو كنا لازم نكون كوبي بيسك من بعض كده لكنا خلقنا توائم، وحتى إن التوائم مش بيبقوا متطابقين مع بعض. وبس كده خلصت حلقتنا الحمد لله يعني. هلحق انام اه والله كانت حلقة لذيذة، يعني انا في الاول ما كنتش عارف هعملها ازاي، بس الدنيا مشيت بشكل لذيذ بطريقة او باخر. للحق انا كنت عايز اعمل الحلقة دي اكتر من ان انا عايز اعملها لكم انتوا، عايز اعملها لنفسي. انا كشخص بيقولوا ان انا مش بسمع الرأي الاخر النهائي. يا جماعة نوعا ما حقيقي برضه. خلي بالكوا ان هو مهما حد يقولك انك كذاب او حد يجي يحكي لك زي كده، انت مش هيدخل دماغك الا 1% مثلا من اللي بيقوله، والباقي كله هترميه، لان انت طول الوقت عايز ان انت تجرب بنفسك. وفي عالم مليان بالتجارب ومليان بالخبرة مش هينفع ان انت تجرب كل حاجة بنفسك برضه. عشان كده
مش هقول لكم اسمعوا الرأي الآخر ونفذوه، أنا مش بعمل كده، فمش هقدر أنصح بحاجة أحسن من كده، لكن حاولوا إن انتوا تحطوا له اعتبار. مش لازم ترجوه على أساس إن هو حاجة مطلقة ولا حاجة صح، لا نهائي، بس خدوه على أساس إن هو فرضية يمكن اللي هو يمكن إن هيكون مثلا الكيلو يساوي 1000 جرام، يعني هي ممكن محدش متأكد، لا كلنا عارفين إن هو بيساوي 2 ماج برجر معروف بس ما علينا. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، أرجو إن هي ما تطلعش قصيرة أوي يعني، بس لا إن شاء الله هتكون كويسة. عيد سعيد عليكم، بما إن أنا ما نزلتش حاجة في العيد يعني ورمضان خلص للأسف، بس يعني الأعياد لسه جاية قدامنا كتير، وربنا يكتب لنا عمر ونحضر رمضان الجاي بإذن الله يلا حكك الجحاوي بقى. ربنا يسعد أيامكم دايما ويخفف آلامكم وأحزانكم كرجل مستطاع، يجعلكم دايما كده في راحة بال واطمئنان، ما تشوش هم أي حاجة في الدنيا، يوفقكم في حياتكم وأحلامكم ودراستكم، ويقرب منكم الناس اللي انتم محتاجينهم، ويبعد عنكم كل شر وكل أذى وكل وجع وكل حاجة وحشة في الدنيا دي يا رب، ويخليكم كده دايما قادرين ان انتوا تفرقوا ما بين الصح والغلط، قادرين ان انتوا تشوفوا الصواب عن الحاجة اللي فعلا مش مظبوطة. ان خلي بالكوا كل واحد فينا جواه فكرة كده بتقول له كذا حلو كذا وحش، كذا حلو كذا وحش، لو مشينا وراها مش هنحتاج ان احنا نفضل نقول صح وغلط على كلا كذب على حاجة كده في حياتنا يعني. بس ما علينا، اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. انا يا لهوي انا نسيت اقول ده ايه، ما تنسوش كده لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويرحم موتاهم ويعدي كل اللي بيحصل ده على خير، امين يا رب. وهكمل لكم يوم سعيد او ليلة سعيدة على حسب انت بتسمعني امتى وبس كده، كانت حلقة ممتعة يا بشوات يا هوانم، يلا بينا 1 2 3 ودي الحكاية ودي رواية وبس كده، سلام.